تفتكر ممكن تكون راكب ميكروباص الساعة 12 نص الليل مثلا، وتتفاجئ إن في ركاب معاك مش مظبوطين، ولما تنزل من الميكروباص تكتشف إن قلبك كان صح، وإن الركاب اللي كانوا معاك دول أشباح. رد فعلك هيكون إيه؟ القصة بتاعت النهاردة نقدر نقول عليها رعب من الدرجة الأولى، بس بشرط تتخيل نفسك في الموقف نفسه، وتغمض عينك وتلبس الهاند فري بتاعتك وتعيش التجربة. بس قبل أي حاجة ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناة بعد ما تتفرج على الفيديو، ولو الفيديو عجبك كمان. ومستني رأيك طبعا على الحلقة. وأنا أمين أشرف، ودي حدوتة نص الليل. حكايتنا بتبدأ من بكين يوم 14 نوفمبر سنة 1995 في نص الليل تقريبا، لما تتحرك آخر حافلة بين قوسين أتوبيس، علشان لو حد مش فاهم كلمة حافلة يعني، بس ما علينا. تتحرك الحافلة رقم 375 من محطة حافلات اسمها يوان مينج يوان، وللعلم دي كانت آخر حافلة في اليوم كله، وكانت متجهة لمنطقة اسمها شيانج شان. وكان كل اللي موجود في الحافلة دي السواق وواحدة ست، اللي زي بنقول عليها في مصر الكمساري، يعني دي اللي بتاخد التذاكر من الناس أو بتقطع التذاكر. وفي اليوم ده اللي هو يوم 14 نوفمبر كان يوم برد جدا، والرياح كانت شديدة حبتين، بس والحافلة ماشية في طريقها عادي جدا، وقفت جنب مكان اسمه القصر الصيفي علشان يركب 4 ركاب، واحدة ست كبيرة في السن يعني عجوزة، واتنين شباب متجوزين، واحد وواحدة متجوزين، وواحد شاب لوحده. وفي رواية تانية يقال إن الست العجوزة هو كان راجل عجوز مش ست، بس برضه ده مش موضوعنا. لما الركاب دول ركبوا الحافلة، الزوجين ركبوا في مقدمة الحافلة اللي هي الكراسي اللي قدام، والست العجوزة والشاب قعدوا تقريبا في نص الحافلة جنب الأبواب. وكانت الحافلة ماشية في طريقها، ومفيش أي صوت غير صوت المحرك بتاع الحافلة بس، والرياح الشديدة اللي هي تسللت جوه الحافلة من خلال فتحات الشباك. ده غير إن الحافلة كانت ماشية في طريق نائي، يعني بالمختصر كده طريق مقطوع من شجرة، لا عربيات ماشية عليه ولا أي حاجة تدل إن الطريق ده شغال، وما كانش ماشي في الطريق ده غير الحافلة دي. بس بعد شوية سواق الحافلة شاف ظل ناس واقفة على جنب الطريق وبيشاوروا ليه. وخلي بالك يا صديقي، أنا هنا قلت لك ظل ناس مش ناس، ركز في الكلمة دي كويس. المهم، السواق وقف وفتح أبواب الحافلة علشان يدخلها 3 أشخاص، راجل عجوز وعلى شماله شاب ويمينه شاب، وكان العجوز تقريبا ساند عليهم، بمعنى أصح ما كانش بيمشي وهم اللي كانوا ماشيين. وكان الراجل اللي في النص راسه منحنية للأرض علشان محدش يشوف وشه. ده غير ان ال3 رجالة دول كانوا لابسين لبس صيني تقليدي جدا، وكان واضح ان وشوشهم غريبة كده، زي ما يكون وشوش ناس ميتة بالمعنى الحرفي. الركاب لما كانوا في الحافلة بقى، اللي هم ال4 ركاب اللي ركبوا في الأول، كانوا مش مستلطفين ركوبهم، لأن مناظرهم كانت غريبة جدا زي ما أنا قلت في الأول، وكانوا بيبصوا لبعض طول الطريق. بس قطع نظرات الناس دي بقى صوت الست اللي كانت مع السواق، اللي هي بتقطع التذاكر، وقالت ما تخافوش، يعني دول يمكن مجرد ممثلين بيصوروا في مكان قريب من هنا، وممكن يكونوا نسيوا ان هم يغيروا بسبب ان يعني تعبوا من التصوير او الكلام ده. يعني من الاخر الحوار مش مستاهل. بس الكلام ده ما اقنعش الست العجوزة اللي ركبت في الاول، وفضلت تبص من تحت لتحت كده وتبحلق للناس الغريبة دول، واللي بالمناسبة كانوا راكبين في آخر جزء من الحافلة. وكانت الدنيا صامتة، صمت غريب جدا، ومفيش أي حد من الركاب قال كلمة واحدة تكسر الصمت ده كله. وبعد 3 أو 4 محطات ينزل الزوجين من الحافلة، وبعد ما نزلوا سواق الحافلة والست اللي معاه فضلوا يتكلموا ويضحكوا، بس في وسط كلامهم تقوم الست العجوزة ومرة واحدة تقف على رجليها وتضرب الشاب اللي قدامها بالقلم، اللي هو الشاب اللي كان راكب معاها يا صديقي، وكانت بتزعق له وتصرخ في وشه
وقالت ان هو سرق شنطتها. الشاب بطبيعة الامر وقف من مكانه مصدوم من اللي بيحصل، وبدأ يتكلم مع الست العجوزة دي ويزعق قدامها، والست مسكته من رقبة قميصه وطلبت من السواق ان هو ينزلهم في المحطة الجاية علشان تاخده على اقرب مركز شرطة. والشاب للأسف كان اتصدم لما الحوار كان هيوصل للبوليس، واللي هو اصلا هو ما عملش حاجة، بس السواق فعلا نزلهم في اقرب محطة. والست العجوزة سحبت الشاب وراها من قميصه وخرجته بره الحافلة، وهما الاتنين نزلوا والحافلة مشيت كملت طريقها. بس بعد ثواني من الهدوء الست اخدت نفس عميق، زي ما تكون انت كده كنت قلقان من حاجة او ان مصيبة تحصل والحمد لله ما حصلتش، وتقوم انت واخد نفسك مرة واحدة كده بارتياح. ده بالظبط اللي الست عملته. المهم الشاب لما زهق سألها هو فين مركز الشرطة ده يا ست؟ قالت له مفيش مركز شرطة ولا حاجة، أنا أنقذت حياتك دلوقتي. الشاب استغرب جدا وقال لها انت أنقذت حياتي ازاي يعني؟ الست العجوزة ردت عليه وقالت له اللي خلى شعره يقف من الرعب. فاكرين التلات رجالة اللي ركبوا الحافلة آخر ناس دول؟ طيب فاكرين بقى الراجل العجوز اللي كان في النص؟ الست العجوزة دي بقى قالت للشاب لما الناس دول طلعوا الحافلة أنا كنت شاكة فيهم وفضلت أبص لهم من تحت لتحت كده، بس اللي حصل إن في ريح شديدة هبت مرة واحدة من الشباك وشفت اللي أنت ما تحبش تشوفه. الشاب بسبب الفضول اللي عنده سألها وقال لها أنت شفت إيه؟ قالت له لما الريح دخلت من الشباك رفعت هدومهم الطويلة لفوق وشفت إن ما كانش ليهم أي رجول يمشوا عليها. 3 أشخاص دول كانوا أشباح. الشاب بص للست العجوزة وهو قلقان ووشه كله عرقان ومليان مية وما قالش كلمة واحدة. والست العجوزة خلصت معاه واتصلت فورا بالشرطة وقالت لهم كل حاجة شافتها بالحرف، بس كالعادة محدش صدقها. بس تاني يوم بقى الحافلة ما كانتش واقفة في مكانها في المحطة. طبعا السواق والست اللي معاه اللي هم يعتبروا موظفين ما كانوش موجودين برضو. المهم لما الناس ما لقوش ليهم اي اثر ولا الحافلة نفسها ليها اثر، الناس بلغت الشرطة باختفاء الحافلة والسواق والست اللي معاه، والشرطة تعمل شغلها وتبحث في المدينة كلها، بس ما كانش ليهم اي اثر. ولما الدنيا اتقفلت افتكروا الست اللي كلمتهم وحكت لهم كل اللي حصل في الليلة اللي قبلها. وفعلا هم استدعوا الست العجوزة دي والشاب اللي معاها وسألوهم تاني، بس لما هم حكوا نفس الكلام الشرطة برضو ما صدقتهمش وقالوا عليهم مرضى عقليين. بس يحصل حاجة تانية، في صحيفة تعرف القصة دي وتعمل تقرير عنها، وكمان يتم عمل مقابلة مع الست العجوزة دي والشاب اللي معاها على التلفزيون، والمقابلة تتذاع على البث المباشر. يعني كده القصة اتشهرت واتعرفت أكتر. بس اللي يحصل بعد كده إن بعد يومين من تاريخ المقابلة دي الشرطة تلاقي الحافلة اللي كانوا بيدوروا عليها بس على بعد 100 كيلو متر من مكان خط سيرها، وكانت غرقانة في بحيرة غويطة شوية. واكتشفوا جوه الحافلة دي 3 جثث في حالة تحلل شديدة جدا، والجثث كانت للسواق والست اللي معاه وراجل تاني هويته مجهولة. وفي رواية تانية بتقول ان هم 5 جثث مش 3 بس. وبرغم ان خلاص الشرطة لقت الحافلة، بس كان فيه اسئلة كتير جدا والغاز اكتر، زي مثلا انهم اكتشفوا ان الحافلة ما كانش فيها بنزين يكفيها تمشي من اول خط سيرها لحد البحيرة اللي غرقت فيها. والغريب اكتر ان لما الشرطة فتحت خزان البنزين لقوه مليان بالدم. جه منين الدم ده محدش يعرف. وبرضه كان في لغز تاني. في الاول انا قلت ان هم لقوا الجثث اللي في الحافلة كانت في حالة تحلل شديدة جدا. طب ازاي في حدود يومين بس توصل للمرحلة دي؟ يعني ده تقريبا صعب ان هو يحصل حتى في فصل الصيف، فما بالك ان هم كانوا في فصل الشتاء. يعني عملية التحلل السريعة دي ملهاش اي سبب واضح وكانت لغز كبير. غير ان تشريح الجثث اكد ان ما كانش فيه اي تدخل متعمد في الجثث علشان يوصلها لمرحلة التحلل دي. وكان فيه لغز تاني وهي كاميرات المراقبة الامنية. يا صديقي المصدر هو اللي بيقول كاميرات المراقبة الامنية. المهم الشرطة لما عملت فحص للكاميرات دي بقى ما شافتش الحافلة اساسا في اي تسجيل للكاميرات، ده غير ان ما كانش فيه اي حاجة خارجة عن المألوف. وفضلت القصة دي تتردد بين الناس فترة طويلة
لحد مع الوقت الناس نسيت القصة، خصوصا إن الشرطة ما قدرتش تثبت أي حاجة مختلفة أو أي حاجة خطر. وبس كده يا سيدي، ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناة لو الفيديو عجبك، وما تنساش تتابعني على كل وسائل التواصل بتاعتي، هتلاقي كل اللينكات في أول كومنت أو في الديسكريبشن أيا يكن المكان بقى. ولو الحلقة فيها حاجة مش عاجباك أرجوك بلغني بقى فورا في الكومنتات أو في الانستجرام. وبس كده، كان معاكم أمين أشرف، أشوفكم على خير الفيديو الجاي.